وانت دلوقتي حاسس ان القطر فاتك، صح؟ شايف زمايلك بيراجعوا وانت لسه بتسأل أبدأ منين؟ حاسس ان حلم كلية الطب بقى بعيد، وان ال95% بقت معجزة محتاجة ساحر مش طالب. خليني أصدمك وأقول لك إن النهاردة الأول من فبراير هو بالظبط اليوم اللي أنا بدأت فيه. أيوة، أنا بدأت والمنهج كله كان متراكم فوق دماغي، والكل كان بيقول لي خلاص راحت عليك. بس النتيجة في الآخر كانت إيه؟ 95%. وبالطو أبيض. في الفيديو ده مش هقول لك كلام تنمية بشرية، أنا هحكي لك بالظبط الخطة العسكرية اللي عملتها عشان ألم المنهج في 4 شهور، وإزاي حولت يأسي ده لأقوى ريمونتادا في حياتي. لو أنت فعلا عاوز تدخل طب ومستعد تحارب، الفيديو ده معمول عشانك أنت. بس قبل ما نبدأ، لو أنت بطل وهتكمل معانا الرحلة، انزل دلوقتي، اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط لايك متين للفيديو ده عشان يوصل لكل واحد محبط ونقومه من تاني. جاهز؟ هات ورقة وقلم ويلا بينا نعرف إزاي المستحيل حصل. في أول يوم في شهرين قررت أوقف ندب على اللي فات. رميت كل الملازم اللي محلتش فيها وركنتها على جنب. وجبت ورقة بيضاء وكتبت فيها: المتبقي من الزمن 4 شهور يساوي 120 يوم. القرار الأول: الانعزال التام. الموبايل بقى أداة تعليمية فقط. لغيت كل الإشعارات ومنعت الخروج تماما إلا للضرورة القصوى. أكبر تحدي هو إن المدرسين في شهر 2 بيكونوا قربوا يخلصوا المناهج وبدأوا مراجعات. المسار الأول: الصباح. من 8 صباحا ل2 ظهرا كنت بذاكر القديم اللي فاتني من شهر 8 لشهر 1. قسمته لبلوكات، كل يوم درس من كل مادة. المسار الثاني: المساء. من 4 عصرا ل10 مساء كنت بذاكر اللي المدرسين بيشرحوه الآن، عشان مضيفش تراكمات جديدة فوق القديمة. عشان تجيب 95% وتدخل طب، مسموح لك بغلطات قليلة جدا في المواد العلمية. الأحياء: بدأت أرسم كل الرسومات بإيدي، والتركيز كان على الفهم العميق لربط الأبواب ببعضها. الهرمونات وعلاقتها بالتكاثر مثلا. الكيمياء: العضوية هي ملك الدرجات. بدأت فيها فورا من شهر 2، كأنها مادة منفصلة. كنت بذاكرها يوميا لمدة ساعة مهما حصل. الفيزياء: بطلت أحفظ قوانين، بدأت أحل أفكار مش مسائل. كنت بفتح كتاب الامتحان وأحل المسائل اللي جنبها علامة متفوقين عشان أضرب عقلي على أصعب المستويات. في شهرين مفيش وقت تسمع شرح ممل. كنت بسمع فيديوهات المراجعات المركزة أو شرح المنهج في فيديو واحد. ده كان بيديني الهيكل العام للدرس في 30 دقيقة، وبعدها أدخل أحل فوراً. مستنتج لشهر 5 عشان أحل امتحانات شاملة. من أول شهر 3 كنت بحل امتحان شامل على المادة حتى لو مخلصتش منهجها بالكامل. كنت بشوف السؤال اللي مش عارفه وأروح أذاكر درسه مخصوص. الطريقة دي خلتني أعرف تريكات الامتحان بدري. عشان الطب محتاج مجموع. اللغات: إنجليزي، فرنساوي، عربي، هي اللي بتشيل المجموع. كنت بخصص يوم الجمعة يوم اللغات العالمي، ألم فيه كلمات وقواعد وأحل قطع فهم كتير. يا بطل، يا دكتور المستقبل، أنت دلوقتي بتسمعني وفي قلبك خوف وبتقول هل ينفع؟ أنا بدأت من الأول من فبراير، واليوم ده كان هو الفاصل بين كوني طالب عادي وبين كوني النهاردة لابس البلطو الأبيض. خليني أسألك سؤال وجاوبني عليه بكل صراحة في سرك. هل أنت فعلا مستعد تضحي ب4 شهور من الراحة مقابل 40 سنة من اللقب اللي بتحلم بيه؟ هل عندك الشجاعة إنك تقفل موبايلك النهاردة وتبدأ أول درس في الفيزياء أو الكيمياء وإنت واثق إن ربنا مش بيضيع أجر من أحسن عملاً؟ تفتكروا يا شباب إيه اللي كان بيخليني أكمل وأنا مهدود؟ كانت الإجابة دايماً هي التخيل. كنت بتخيل لحظة النتيجة، بتخيل الفرحة اللي هشوفها في عين أهلي، وده اللي خلاني أحول المستحيل للواقع. ما تخليش حد يحبطك، المنهج كبير، أيوة، بس عزيمتك أكبر. ابدأ باللي تقدر عليه النهاردة، وبكرة ربنا هيفتح لك أبواب ما كنتش تتخيلها. خطة 95% ودخول طب. مفيش وقت للندم، في وقت بس للشغل. 1. الفترة الصباحية، التركيز العالي القديم. من 5 صباحا إلى 6 صباحا، ساعة البركة، صلاة الفجر، أذكار، وقراءة ورد قرآني، سر النجاح والهدوء النفسي. من 6 صباحا إلى 11 صباحا، بلوك المذاكرة القوية، مذاكرة المواد المتراكمة من أول السنة. ابدأ بأصعب فصل في الفيزياء أو الكيمياء. 2. فترة الراحة الأولى، من 11 صباحا
إلى 12 ظهرا. راحة تماما. غداء. صلاة الظهر. ممنوع فتح الموبايل في الساعة دي عشان ذهنك ميتشتش. 3. فترة الظهيرة. المتابعة الجديد من 12 ظهرا إلى 5 صباحا. مذاكرة الدروس الجديدة اللي المدرسين بيشرحوها حاليا. هدفنا مفيش حاجة جديدة تتراكم فوق القديم. 4. فترة الراحة الثانية من 5 صباحا إلى 6 صباحا. صلاة العصر والمغرب. راحة خفيفة. شرب قهوة أو عصير لاستعادة النشاط. 5. فترة المساء. التطبيق واللغات من 6 صباحا إلى 9 صباحا. وقت الحل. حل لا يقل عن 50 إلى 100 سؤال على اللي ذاكرته الصبح والظهر. الحل هو اللي بيثبت المعلومة. من 9 صباحا إلى 11 صباحا. ساعة اللغات. مذاكرة إنجليزي، فرنساوي أو فروع العربي الخفيفة. دي مواد بتلم مجموع ومحتاجة استمرارية. 6. نهاية اليوم. 11 صباحا. نوم عميق 7 ساعات عشان عقلك يقدر يخزن المعلومات اللي ذاكرتها طول اليوم. ملاحظات ذهبية للدكاترة. يوم الجمعة. مراجعة شاملة على كل اللي تذاكر طول الأسبوع زائد حل امتحان شامل. الموبايل مكانه بره أوضة المذاكرة تماما. اليوتيوب استعمله للشرح السريع فقط. فيديوهات المراجعة المركزة. متنساش يا بطل، لو عجبك الجدول ده وعاوز تتابع معانا رحلة الوصول للطب، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحط لايك للفيديو عشان يوصل لزمايلك ونشجع بعض كلنا. اكتب لي في التعليقات أنا قدها وهدخل طب عشان أشوف مين الأبطال اللي هيبدأوا معانا من الأول من فبراير.